ليه في ناس عاديه اسامي عاديه جدا لكن اسمها بقى اقوى من شركات كتير؟ ليه ممكن تلاقي مسوقين ودكاتره وصناع محتوى مجرد ما بتشوف اسمهم ده بيعكس ليك ثقه كبيره؟ ده مش صدفه، ده اللي بنسميه البيرسونال براندنج. البراند الشخصي او البيرسونال براندنج هو الصوره اللي في دماغ الناس عنك، اللي انت قدرت تزرعها في دماغ متابعيك. مجرد ما بيشوفوا اسمك او بيلمحوا فيديو عليه اسمك ذهنهم بيروح ناحيه حاجه معينه انت اللي زرعتها. لكن ده ليه خطوات. اول خطوه لازم تعرف نفسك كويس، بمعنى ايه انت مين وبتقدم ايه وايه القيمه اللي عندك ومحدش يقدر يقلدها. لو ما كنتش واضح مع نفسك عمرك ما هتكون واضح مع الناس. الحاجه الثانيه، اختار المجال اللي هتتمركز فيه، هتعمل فيه بوزيشننج لنفسك. ما ينفعش تكون خبير في كل حاجه، ما فيش حد خبير في كل حاجه. اختار نيش واضح، اتكلم مره او اتكلم عن التسويق، اتكلم عن التصميم، عن التدريب، عن اي حاجه انت بتفهم ومتميز فيها. المهم ده تكون ارضك اللي انت هتبني عليها. الحاجه الثالثه، لازم تتكلم بصوتك الحقيقي. الناس مش عايزه نسخه مكرره، الناس عايزه شخص حقيقي. لو دمك خفيف استخدم ده، لو بتتكلم بثقه ورزانه استخدم ده، لو انت هادي يبقى دي قوتك. خلي اسلوبك جزء من البراند بتاعك، خليك مميز في الحته دي. رابع حاجه، قدم فري فاليو، قدم معلومه، قدم محتوى حقيقي. مش لازم تكون بتقدم حاجه عايز حاجه من الناس. الناس بتحب اللي يقدم لها نصيحه او فايده او حاجه مفيده تفيدهم في حياتهم او في الكارير بتاعهم. خامس خطوه، استمر حتى لو مفيش تفاعل في البدايه. اكيد مش بالبدايه ومش من اول فيديو الناس كلها هتعرفك او الناس هتجري على المحتوى بتاعك. هتبدا في الاول بعدد متابعين قليل وهيزيدوا باستمرار، ومفيش حد بيكبر بين يوم وليله. لكن مع الوقت هتكتشف ان وجودك بقى قوي واسمك بقى براند، ولوحدك الفرص هتجيلك بدل ما انت اللي تجري وراها. باختصار، البيرسونال براندنج هو اكبر استثمار ممكن تعمله لنفسك. قبل ما تسوق للمنتج سوق لنفسك. انت المنتج، انت العلامه التجاريه.